صلى على النبي وقول عليه افضل الصلاه والسلام. في البدايه كده، لو مش مشترك في القناه انزل اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. مباراه الاهلي والزمالك في كاس السوبر، الدنيا متبهدله. انا كنت فاكر ان القصه قصه كهربا ان هو يلعب مباراه السوبر، وبعد كده طلع قصه الحكم محمود البنا، ودلوقتي في حاجه جديده ظهرت في الصوره، وللاسف محمد الشناوي دخل في القائمه. تعالى بس المستشار مرتضى منصور في اخر الفيديو هو اللي هيقول لنا القصه دي ايه. تعال نسمع الاول الصبح عبد السلام الناقد الرياضي الكبير بيقول ايه، وارجع لي تاني. يلا بينا. حضرتك النهارده النادي الاهلي اللي اصر يكون فيه حكام مصريين في القمه. انت بتقول لي ليه والناس بتسال ليه؟ لانك النهارده النادي الاهلي بابسط حاجه اتهزم بحكام اماراتيين في مباراه كره الطايره. استاذ صبحي عبد السلام بيقول لك الاهلي عايز حكم مصري عشان اتغلب في الطايره بحكم اماراتي. انت متخيل ان ده ناقد رياضي بيقول لك الاهلي اتغلب في الطايره بحكم اماراتي، عشان كده عايز حكام مصري ويسند المهم. والله يا استاذ صبحي انت زي الفل. انت فينك صحيح يا استاذ صبحي؟ من كام شهر انت كنت بتقول دي اسهل بطوله دوري ابطال افريقيا والزمالك هياخدها ويروح كاس العالم للانديه. طب ما طلعتش تاني ليه على القناه يا استاذ صبحي؟ ما تخافش يا استاذ صبحي، احنا عارفين ان انت كلام كتير على الفاضي. كمل يا استاذ صبحي، كمل عشان معانا في نهايه الفيديو مستشار مرتضى منصور يقول لنا كلام حلو قوي. سيبوا استاذ صبحي بس يكمل ونرجع تاني. الطايره يعني اي حكم اجنبي مع النادي الاهلي في اي زمان او مكان وفي اي ملعب الخساره بتكون في انتظار النادي الاهلي. فبالتالي مش الاهلي نجمه عالي على الحكام المصريين، لا ده صفقه. الحكام المصريين معاه على طول. معاك يا اهلي دي دايما ده شعار لجنه الحكام للاسف ولجنه المسابقات. اما انت جامد كده يا استاذ صبحي، حاط ايدك على قلبك ليه؟ طب من الحكام المصريين مش انت بتدعمهم؟ طيب على فكره يا استاذ صبحي، انا واحد من الناس مش عايز حكم مصري والله، ولا النادي الاهلي عايز حكم مصري. انتوا في اعتقادكم جو المؤامره ده هو اللي موديكوا في داهيه. اما بالنسبه للاستاذ صبحي عبد السلام، استاذ صبحي محمود البنا السنه دي حكم لك ماتشين. ماتش في الكاس مع بيراميدز اللي طلعت بيه بضربات الجزاء وبيراميدز كان طرد منه لاعب، والماتش التاني كان امام فيوتشر وتقريبا كسبت 2-1. صح يا استاذ صبحي؟ اما بالنسبه بقى للتحكيم اللي انت بتتكلم عنه استاذ صبحي، انت بتعمل ايه في افريقيا؟ اقول لك على حاجه حصاده. اقول لك بقى معلومه يا استاذ صبحي ليك انت. من 2001 لغايه النهارده الاهلي والزمالك 53 مره اتقابلوا بحكام اجانب. الفوز للنادي الاهلي 27 مباراه، والزمالك 9 مباريات، والتعادل 17 مباراه. صباح الفل عليك يا كابتن صبحي عشان ما تعيش في جو المؤامره. التحكيم الاجنبي انا بكسبك بيه، فمش جديده يعني التحكيم الاجنبي. يعني انا مش عارف انت ايه ايه الحجه. ما تروح اشتكي اتحاد الكوره وراح تقول لي الاهلي هو اللي جاب البنا. مشكلتك مع اتحاد الكوره يا حبيبي مش مع الاهلي. تعال نشوف بقى جمال عبد الحميد بيقول ايه، وارجع لي تاني عشان دي حلوه قوي. يلا بينا. نسأل ضيوفنا والأستاذ محمد رجب يجاوب لنا على ليه الاحتقان ده يا أستاذ محمد؟ ليه عملوا الاحتقان؟ في حاجات كتيرة في موضوع أنا مش عايز أتكلم على، مش عايز أقول اسم الهارب. انا مشكلتي الاساسيه النهارده كمحمد رجب الزملكاوي 50 سنه هي ان الزمالك بدون مرتضى منصور مفيش زمالك. والله انا عندي مش الكاميرا الخفيه بجد. استاذ جمال عبد الحميد او كمال عبد الحميد بيقول استاذ الحاج محمد رجب شايف ازاي حاله الاحتقان الموجوده في الشارع المصري بسبب مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك. تاني يقول له انا بقالي 50 سنه بشجع الزمالك، نادي الزمالك من غير مرتضى منصور مش هيبقى نادي الزمالك. انت يا حاج محمد ايه يا حاج؟ انت ايه ده يا حاج؟ ايه الدماغ دي يا حاج؟ والله بجد انت ايه اللي انت فيه ده يا حاج محمد؟ انا مش عارف اقول عليه، ربنا يهديك يا حاج. انت على طول كده حتى في رمضان يا حاج محمد مفيش مره كده فلتة؟ ده البني ادم كده مره. انا مستغرب يا حاج محمد. اسمع معايا منتصر فعلا بيقول ايه، وارجع لي تاني. يلا بينا. ان انا على ما اذكر انه كان في 2020 كان الماتش 16، كنا بنلعب تقريبا 12 الماتش في الحرس، و16 اعتقد او 14 بالظبط، 14 مع الترجي. ويوم 20 بنلاعب الاهلي في السوبر الامارات، وعايزك ترجع تلعب الاهلي في الدوري يوم 24 في مصر. فانت بتطلب التاجيل ليه؟ بتطلب التاجيل عشان الاهلي كان عنده اعتقد سان داونز يوم 29، وانت عندك الترجي في دوري ابطال افريقيا في دور الثمانيه في القاهره يوم 24. الناس دي نقاد رياضيه بجد والله. بيقول لك الاهلي المفروض يلعب صن داونز يوم 29. هو المفروض اللي انا اعرفه يعني طالما الاهلي هيلعب صن داونز 29 يبقى انت هتلعب الترجي يا 28 يا 29، او يا 29 يا 30، يا قبلها بيوم يا بعدها بيوم.
انما انت هتلاعب الاهلي يوم 24 وهتلاعب الترجي برضه يوم 24. انت جبت التواريخ دي منين؟ يعني هتلاعب الاهلي والترجي في يوم واحد؟ انت جبت التواريخ دي بتاعتك منين بجد؟ لا بجد ما شاء الله ما شاء الله على النباهه اللي انتوا فيها. انتوا كهربا فوت لكم دماغكم. اسمع معايا استاذ صبحي عبد السلام. له كهرباء جرم لانه سباب جماعي، شارك في سباب جماعي مع جماهير النادي الاهلي، اهان نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك بكلمات وقحه، اقل ما يقال عنها انها كلمات بذيئه ووقحه. انا بستغرب مجلس اداره الاهلي ازاي وقف صامت، والخطيب كان في يوم من الايام عضو مجلس اداره مع حسن حمدي ومع صالح سليم، وكان بيشوف ازاي العقوبات بيتم توقيعها على اولاد النادي الاهلي من النادي الاهلي. انما النهارده بقاش نادي الاهلي، ده بقى نادي كيد النسا. فانا بقول لك يا كابتن جمال، الحكايه بدات عند النادي الاهلي لما طالب باشراك كهرباء، ثم اقامه المباراه وادارتها بحكام مصريين. احنا خلي بالك الزمالك اكتر فريق في مصر او اكتر نادي في مصر بيدعم الحكام المصريين. الاهلي كان المفروض يعاقب الكهرباء. طب يتعلم من حسن حمدي. انت رئيس النادي بتاعك ما عاقبش ولا لعيب. انت نهار معاقب لعيب طلع عليه سمعه عبد الله جمعه احمد فتوح، قال لك حشاشين. ويعاقب كهرباء ليه؟ طب الاهلي قول لي الاهلي يعاقب كهرباء ليه؟ طب الاهلي بيعاقب اللعيبه بتاعته عادي، ايه المشكله؟ اشمعنى كهرباء يعني؟ حاجه غريبه والله، والله حاجه غريبه جدا. انا مش عارف اشمعنى كهرباء يا جدعان، انتوا حاطين نقركم من نقره. هيعاقبوا بناء على ايه يعني؟ قول لي بناء على ايه؟ وبعدين الاهلي بقى نظام كده نسا. امال القناه اللي انت شغال فيها ايه؟ بلاش نادي الزمالك عشان نادي الزمالك مؤسسه كبيره ومش هنقدرش نغلط فيه وفي جماهيره، عشان كلهم طبعا اخواتنا واصحابنا وحبايبنا ما نقدرش نتكلم عليهم. انما القناه اللي انت شغال فيها ايه؟ ده رئيس النادي شغال في شتيمه بالام والاب والعيله وعيله العيله وجيران الجيران 24 ساعه. هو انتوا كده يعني انت بالنسبه لك دي تواشيح؟ بالنسبه للاهلي اللي محمود الخطيب عمله؟ لا طبعا كده نسا. هو ده صبحي عبد السلام. فاكر استاذ صبحي لما كنت شغال في الاهلي؟ فاكر لما كنت بتتكلم على الاهلي قبل كده يا استاذ صبحي؟ انا فاكرك. وبمناسبه الحكم الصبحي يروح يشتكي اتحاد الكوره. والله انا ما عايز حكم مصري، انا كان نفسي في حكم اجنبي. بس اعلام نادي الزمالك اي حاجه مؤامره والاهلي هو اللي بيديرها. اسمع معايا الحاج ده بيقول ايه وارجع لي تاني عشان بعد كده المستشار. يلا بينا. بس انا في حاجه مهمه جدا وبيتكلم عليها الصديق والزميل العزيز صبحي عبد السلام، فكرني بالموقف الشهير للكابتن خطيب في دوري ابطال افريقيا، وهو بيقول للمتسبي وبيقول للانفانتينو هذا ليس عدلا. انا بوجه لك بقى السؤال يا كابتن محمود، اللي بيحصل دلوقتي مع نادي الزمالك هل ده عدل؟ هل عدل ان يبقى في عقوبه 12 مباراه على كهربا، وحتى هذه اللحظه في محاولات ان كهربا يلعب بحرب؟ بقول لك الخطيب قال لموتسيبي وانفانتينو في ماتش الاهلي والوداد هذا ليس عدلا، وهو بيقول للخطيب دلوقتي هذا ليس عدلا في قضيه كهربا. طب انت بتجيب ايه لايه؟ الاهلي كان مشكلته مع اتحاد الكوره ساعتها، واتكلم ان النهائي كان في ارض واحده في ارض الخصم، وانت هنا بتقول لي الاهلي هذا ليس عدلا بمناسبه الكهرباء. انت مشكلتك مع اتحاد الكوره يا حبيبي. واحنا ساعتها اتحاد الكوره اللي خبى الجواب اللي لغايه النهارده مش عارفين مين، ولا اختفى تماما. القصه بتاعته وانتهت ما حدش بيتكلم فيها. انت ايه؟ انت اي حاجه وخلاص. شكلك طالع جديد كده وهتطول معاهم شويه، فايه عايز تاخد لك اي كلمتين حلوين ومستر يرضى عنك وتقعد في القناه. انت فعلا شكلك هتقعد في القناه. لا وهيحصلكوا كمان محمد عبد الله، يعني في لاعب كده كان اسمه محمد عبد الله هيحصلكوا. ممكن كمان تلاقيه كده بيقدم البرنامج مكان استاذ جمال عبد الحميد. اسمع بقى معايا المستشار مرتضى منصور مفاجاه الموسم بيقول ايه. يلا بينا. تمام. انا عندي 2 لعيبه، لاعب لجنه المسابقات وفاه، ولاعب لجنه ضباط وفاه. الكابتن المحترم الكبير المحترم ابن الناس المتربي انا بحبه شخصيا، الشناوي، موقوف 3 ماتشات، ملوش حق يروح. موضوع غير قابل للنقاش، زي ما ماليش حق ان احضر اي مباراه لمده 2 شهر. الولد الثاني اللي بيطلع يعمل حركات بذيئه لجمهور الزمالك لجنه ضباط مدياله 12. تمام. فالقصه بسيطه جدا جدا على فكره، اسهل مما تتخيلوا. دلوقتي لجنه الانضباط المفروض قراراتها تنفذ امتى؟ فور اصدارها. لكن في 10 ايام للجنه التظلمات تجتمع تاني يوم على طول. يعني ليه بيقولوا 10 ايام؟ لان التظلم قدامك ايه؟ 10 ايام تتظلم، انا والاهلي واي حد. ال10 ايام اخرهم امتى؟ بكره. حضرتك لازم تجتمع
يوم السبت، مالكش اي حاجه، والا انت اللي هتتسبب في ازمه كلام. لكن هيبقى عندنا مشكله كبيره لو القانون واللوائح ما طبقتش على الكل. كلام واضح اهو. لازم من الاتحاد ولجنه التظلمات تحل المشكله دي، لان هتبقى مشكله كبيره لو الاثنين لعيبه سافروا ولعبوا. كفايه بقى، كفايه، انتوا عمركم ما كنتوا زملكاويه، انتوا زهقتوني. بس انا مش همشي الا بجمعيه عموميه، وانا معايا حكم اهو من الاداريه اهو. فبقول لجمهور الزمالك اهدى، اهدوا من فضلكم، اهدوا. تاني بقول مالكوش دعوه بيا انا. يا عم انا معزول، محبوس، متجمد، مسقطين في انتخابات البرلمان، كل ده مالكش دعوه بيا. ليه بقول لك مالكش دعوه بيا؟ هو انت حضرتك جيت لي لما القيد اتوقف، حضرتك جيت لي المحكمه؟ لا. هو لما رحت محكمه النقض عشان اخت محمود الخطيب حد جالي؟ لا. هو لما الحساب اتحجز عليه على 100 مليون وعملنا 100 قضيه حد جالنا؟ لا. خليك في حالك بقى، خلاص. استاذ مرتضى منصور بيقول لك لو كهربا والشناوي لعبوا انا مش هلعب المباراه. ما تلعبش المباراه يا سيدي، ايه المشكله؟ انت ما تلعبش، هو الاهلي هيقف على لاعب او اتنين؟ يا جدعان والله ما الفكره كده، بس دي لوائح، دي لوائح وقوانين المفروض ان انت الاتحاد المصري بتاعك ماشي عليها. هو اللي قال اللعيب ده مش هيلعب، مش هيلعب. طب ما عندك في الكاس بيراميدز كان بيلعب من غير علي جبر ومصطفى فتحي، وكان بيلعب معاهم في الدوري عادي، قال لك عشان موقوفين في الكاس بس. خلاص، هو ده اللوائح. كل بطوله مختصه بحد ذاتها، زي كاس العالم للانديه. وقلت لحضرتك قبل كده كان في لاعب في الهلال السعودي اسمه محمد كانو تدخل بدون كرة على ياسر ابراهيم وخد طرد مباشر وتوقف 3 مباريات لكاس العالم للانديه. ده الاعلام الابيض اللي ما نعرفش عنه حاجه. كل مشكلته دلوقتي كهربا الخطيب، مؤامره، الحكام، الشناوي. يا جدعان ما تركزوا على فريقكم. انتوا قعدتوا 3 4 ساعات بتتكلموا على الاهلي وما اتكلمتوش الا على فريق الزمالك تلت ساعه. ده انا بقيت اعرف اخبار الاهلي منكم، والله بقيت اعرف اخبار النادي الاهلي من قناه نادي الزمالك للاسف، او اسمها قناه كهربا. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. السلام عليكم ورحمه الله.